اهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايامنا في اسكندريه. النهارده تاني ايام عيد الاضحى المبارك، ربنا يعود علينا وعلى حضراتكم جميعا الايام كلها بالخير باذن الله. طيب النهارده بقى موجودين فين؟ النهارده موجودين على كورنيش اسكندريه زي ما حضراتكم شايفين معانا. جينا النهارده نتابع ونشوف اللي بيحصل في منطقه المحروسه. طبعا كان جالنا تعليقات كتير جدا جدا خاصه بالمنطقه هنا، وبيقال او التعليقات اللي كنا بنشوفها: يا جماعه الخير المنطقه هنا زي ما انتم بتقولوا عايزين نشوف البحر، زي ما انتم بتقولوا اللي احنا بنشوفه في المنطقه ما ينفعش. طيب ايه الجديد بقى وايه اللي بيحصل في المنطقه؟ هقول لحضراتكم. زي ما احنا شايفين ده كان وضع منطقه المحروسه من ايام قليله جدا. المنطقه بالكامل كانت مغلقه بالصخور بالشكل اللي انت بتشوفه، يعني نقدر نقول ان المنطقه كانت معدمه تماما. المنطقه هنا ما كنتش دي يافطه خاصه بالاعلان عن المشروع اللي بيتم تنفيذه، اللي هو ايه؟ اللي هو حمايه شواطئ وسواحل اسكندريه. وزي ما انت شايف معانا في الصوره ده كان شكل منطقه المحروسه. والمفروض ان خلف الحواجز او خلف البلوكات وخلف الصخور دي كلها هتلاقي البحر، وطبعا رؤيه البحر منعدمه تماما كده زي ما حضراتكم شايفين معانا في الصوره بالظبط. خليني بقى اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا: ايه الاختلاف بقى اللي حصل او ايه التغيير اللي حصل؟ التغيير احنا هنشوفه طبعا دلوقتي مع بعض من خلال الفيديو، ولكن خليني اقول لحضراتكم السبب في التغيير ده او اللي حصل ده. كان محافظ اسكندريه، بيعمل مرور مستمر على كل مكان طبعا في اسكندريه، وبالاخص منطقه الكورنيش. زي ما حضرتك بتشوف المنطقه هنا ما كناش بنقدر نشوف البحر تماما، المنطقه هنا كانت مغلقه بالصخور تماما. حبيت بقى النهارده بما اننا تاني ايام عيد الاضحى المبارك انزل اتابع مع حضراتكم من ارض الواقع، نشوف بقى ايه اللي حصل. هل زياره المحافظ قالها كده صراحه وقال لرئيسه الحي: يا جماعه مش هينفع، يا جماعه اخر مره هتكلم في اللي انا شايفه ده. ايه اللي انت شايفه يا فندم؟ قال: انا شايف بلوكات. ازاي المواطن يبقى جاي عايز يقعد هنا قدام البحر ويلاقي المنظر اللي احنا بنشوفه؟ يا جماعه انا مش عايز اشوف المنظر ده، وقريب جدا جدا او اثناء المرور القادم مش عايز اشوف منظر الصخور اللي احنا بنشوفه. كمان كان موجود عندنا جراج سيارات على ايدينا اليمين او على ايدينا الشمال قدامنا كده بالظبط. بصوا شايفين كل جراشات السيارات اللي احنا بنتكلم عنها. طبعا الاماكن دي كلها بتمنع او بتعوق رؤية البحر. رسالة المحافظ كانت واضحة، رسالة المحافظ كانت مهمة جدا. زي ما المواطن من حقه يشوف البحر، حضراتكم لازم تكونوا على قدر المسؤولية، حضراتكم لازم تمنعوا اي حاجة بتعيق رؤية البحر. بدأنا بقى نشوف تغيير، بدأنا نشوف شغل كبير جدا جدا في الأيام اللي فاتت. لو بقى حضرتك أول مرة بتشوفنا وحابب تعرف كل جديد بيحصل في اسكندرية، ما تنساش شرفنا بالاشتراك وفعل الجرس عشان يوصل لحضرتك مننا كل جديد. على قد ما بنقدر بنحاول نتابع معاكم كل جديد بيحصل داخل عروس البحر. طبعا التصوير ده تصوير من أيام قليلة جدا، من أيام يعني نقدر نقول من أسبوعين مثلا. التصوير ده كان قبل زيارة المحافظ. بعد زيارة المحافظ الواقع اتغير تماما، وده سيادتك هتشوفه معانا في الصورة. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل بعد زيارة المحافظ، وده التصوير الجديد، ده التصوير الحديث زي ما احنا شايفين مع بعض. خلينا بقى نمشي. دي نفس المنطقة اللي احنا بنشوفه ده، هو المكان بالظبط اللي احنا كنا ماشيين فيه. المفروض ان في مشروع حماية لشواطئ وسواحل اسكندرية. خلاص الصخور الله يعني حاجة الله الله يعني تقدر تقول عليها اللهم بارك. الصخور كلها تم تسويتها، مفيش اي حاجه دلوقتي في المنطقه بتعوق رؤيه البحر زي ما احنا شايفين. طبعا محدش بيهتم بالتفاصيل الصغيره دي غيرنا، احنا بنحاول نوصل لك. بصوا يا جماعه، انا لما عملت قناتي كان هدفي الاول اتابع المشروعات، ولكن دلوقتي انا بتابع معاكم كمان السلبيات وبتابع معاكم الايجابيات، واي حاجه جميله لازم نتكلم عنها، واي حاجه بتضر الشعب السكندري او بتضايق الناس برضو لازم نتكلم عنها، ولازم ننقل لك صوره من ارض الواقع. طبعا احنا في بدايه الفيديو ما كناش شايفين رؤيه البحر تماما، دلوقتي خليني اقول لك ان اللهم لك الحمد البحر ظاهر قدامنا بالصوره اللي احنا شايفينها. اسكندريه اجمل مدن البحر المتوسط، ما كانش ينفع ندفن البحر بالطريقه اللي احنا بنتكلم عنها. خلاص البحر واضح قدامنا، وضوح الشمس زي ما حضراتكم شايفين في الصوره. خلاص شايفين بقى البحر وشايفين جماله وشايفين الحلاوه، بجد حاجه جميله جدا جدا. كمان خليني اقول لحضراتكم ان منطقه المحروسه المنطقه نفسها البراجولات بيتم حاليا مشروع كده بيتعمل. المشروع ده بجوار البراجولات بيتم تطوير المنطقه المجاوره. بصوا ادي اهو بيتعمل بلدورات جديده، بيتعمل حاجه جديده. طب يعني تقريبا هيتم
عمل نجيله كده في المنطقه دي، خلاص كل اللي كان بيعيق رؤيه البحر اتزال تماما. الحواجز اتحطت. طيب الحواجز دي كانت محطوطه ليه؟ دي كانت جزء من ضمن مشروع حمايه سواحل وشواطئ اسكندريه. المفروض ان المشروع ده بيتم تنفيذه في اماكن كتير جدا جدا في انحاء متفرقه في اسكندريه، واللهم لك الحمد. المشروع شغال بسرعه كبيره جدا جدا، ولكن مش معنى اننا بنعمل المشروع ده اننا نمنع رؤيه الشواطئ. زي ما حضراتكم شايفين في الصوره تم تسويه الصخور بالكامل، وباذن الله هفضل متابع باذن الله على قد ما اقدر. مش هسيب اي حاجه في اي مشروع في اسكندريه غير لما لازم نتابعه مع بعض. زي ما احنا بنشوف خلاص المنطقه كلها هنا بيتم تطويرها، باقي بس شويه الحواجز المرتفعه دي ان شاء الله في الايام القليله جدا جدا القادمه تتزال. زي ما احنا شايفين خلاص المنطقه هنا اتغيرت. المنطقه هنا بقيت تقدر تقعد دلوقتي على البراجولات وتشوف البحر. اللهم لك الحمد. الجراج كمان اتزال، صوتنا بيوصل. اللهم لك الحمد. ربنا يقدرنا ونقدر نوصل كل حاجه او كل عاده سيئه موجوده في اسكندريه ان شاء الله نقدر نوصلها، وكل حاجه هتتغير طول ما حضراتكم متابعين معانا وطول ما كلنا ايد واحده باذن الله. دمتم في حفظ الله وامانه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.